خليني أبدأ بسؤال. عمرك مشيتي في شارع هادي والنور ضعيف وحسيتي إن في حاجة غلط بس كملتي مشي؟ اللي حصل في المعادي ابتدى كده بالظبط. المكان المعادي دايما كانت معروفة إنها حي راجي هادي، ناسه مطمنة، مفيش جرايم كتير، يعني آخر مكان ممكن حد يتخيل إن تحصل فيه جريمة متسلسلة. وده كان أكبر خطأ. البداية في فترة قصيرة بدأت بلاغات غريبة، ناس اتسرقت، ناس اتأذيت، حوادث شبه بعض بس كل واحدة لوحدها محدش ربط بينهم. والغريب كلها كانت بتحصل في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت تقريبا وبنفس الأسلوب، بس محدش خد باله. النمط بعد شوية ظهر إن في نمط، اختيار أشخاص معينين، توقيت ثابت، مكان قريب، هروب سريع. ده معناه حاجة واحدة، اللي بيعمل كده مش صدفة، ده حد بيراقب وبيختار. الجاني الشخص ده ما كانش شكله مريب ولا لابس غريب ولا باين عليه أي حاجة، كان عادي جدا لدرجة إنك ممكن تكوني شفتيه وما خدتيش بالك. وده أخطر نوع. تأخر الفهم. المشكلة الكبيرة إن كل بلاغ كان بيتشاف لوحده، سرقة، حادثة فردية، اعتداء، موقف عابر، محدش جمع الصورة كاملة غير متأخر. ولما الصورة اتجمعت كان الوقت فات. لحظة التحول في نقطة معينة، عدد البلاغات زاد والتشابه بقى واضح جدا. ساعتها الأمن بدأ يفهم إن في جريمة متسلسلة مش حوادث منفصلة، وبدأ البحث الحقيقي. التحقيق اعتمد على تتبع الأماكن، توقيت الجرائم، كاميرات، شهادات الناس. ومع الوقت الدائرة بدأت تضيق. الغريب إن الجاني كان دايما قريب جدا من المكان اللي بيحصل فيه كل ده. القبض لما اتقبض عليه الناس اتصدمت. ليه؟ عشان شكله عادي، تصرفاته طبيعية، محدش كان شاكك فيه. وده خلى سؤال خطير يطلع، هو كان ممكن يكمل أكتر لو محدش لاحظ؟ ليه الجريمة دي مهمة؟ مش عشان هو سفاح، لكن عشان المجتمع اتأخر. الخطر كان واضح بس محدش ربط الهدوء. خدر الناس. الجريمة دي بتقول مش كل مكان هادي آمن، ومش كل شخص شكله عادي بريء. الأسئلة اللي فضلت، ليه البلاغات ما اتربطتش بدري؟ هل في تحذيرات الناس تجاهلتها؟ ازاي نمنع جريمة زي دي تتكرر؟ الخاتمة قوية. سفاح المعادي ما كانش لغز، كان تحذير ان الخطر مش دايما بيبقى واضح، واحيانا اكتر حاجة تخوف هي اللي متبانش.